الفيديو ده منتشر جدا وبيقول لك ايه اللي هيجرى لاسنانك لو ما غسلتهاش لمده 30 يوم. تعالوا نشوف هو صح اصلا ولا اي كلام. عايزين نصحح كام معلومه من اللي اتقالت في الفيديو دوت ونوضح الكارثه الحقيقيه اللي الفيديو ما اتكلمش عنها. مبدئيا الفيديو بيقول ان طبقه الجير بتاخد تقريبا 21 يوم علشان تتكون، لكن الحقيقه المره ان الموضوع بيكون اسرع من كده بكتير، وبيبدا معانا بطبقه اسمها طبقه البلاك. واللي ما يعرفش دي بتكون طبقه شفافه ولزجه كده موجوده على سطح الاسنان، بتتكون كل يوم نتيجه بقايا الاكل المتراكم مع شويه البكتيريا اللي موجوده في بقنا. والطبقه دي لو ما اتنضفتش واتشالت بالفرشه بتلاقيها تتصلب وتتحول لجير فعلي في خلال 48 ساعه فقط. وفي خلال كام يوم بيبدا لسانك يحس بالطبقه الخشنه دي، وبعدها تبدا ريحه فم مش لطيفه ابدا، وبعدها تبدا تلاحظ ان اللثه ملتهبه ومحمره، واول لما بتيجي ناحيتها بتبدا تنزف مباشره. وهنا بقى بتيجي المشكله الاكبر، الجير ده بيبدا يزحف على سطح الاسنان وينزل تحت اللثه، اللي بيسبب بعدها التهابات مزمنه اللي بتؤدي لتآكل عظام الفك اللي هي اصلا ساندة الاسنان في مكانها. واحده واحده تلاقي العظم ده بدا يقل والاسنان بدات تتلخلخ تحت ايدك، ولا قدر الله ممكن الاسنان دي تفقدها تماما. والجير ده بمجرد ما بيتكون مستحيل الفرشه والمعجون انهم يشيلوه، لازم دكتور الاسنان اللي يشيله بالاجهزه المخصصه للكلام ده، خاصه زي ما اتفقنا ان اخطر جير هو اللي بيتكون تحت اللثه اللي انت اصلا ما بتشوفوش. عشان كده دايما اختار الدكتور الصح، مش اللي بيكروتك واللي بيشيلك اي حاجه كده وبيقول لك تمام يلا قوم. بعدها بيومين تلاقي لسه اللثه زي ما هي وان مفيش اي حاجه اتعملت. وما تنساش تعمل شير للفيديو علشان تفيد غيرك، ومستني اسئلتكم في الكومنتات.